لا بقولك ايه، انا ما اسمحلكش تتكلم معايا كده ولا بالطريقه دي. ودي اول واخر مره اسمح لك تتعدى حدودك معايا يا سيدة المقدم، انت فاهم؟ وسام قالت اخر كلمتين وهي بتصرخ. اتخض الشباب منها وطلعت تجري بره الاوضه، واللي خرجت وراها نور بسرعه ورزعت الباب. كل ده والشباب واقفين ومش فاهمين حاجه ولا ايه اللي حصل عشان تقلب قوي كده. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه اللي حصل. انا مش فاهم اي حاجة. مالها دي؟ مش فاهمين ايه بس؟ بنات وبنات ومحن بنات بقى ودلع البنات. هنبتديها اهو. كلام من ده. ايه ده؟ بالسرعة دي؟ لا بس مش للدرجة دي يعني. انت كمان انت مش سامع اللي هو قال ايه؟ دي مهمة سرية وخطيرة، وبالمنظر ده احنا كده احتمال كلنا نروح في 60 داهية. بقول لك ايه يا ادهم، حازم اصلا معاه حق. احنا مش هينفع نشتغل معاهم. بس نعملها ازاي واحنا ملزومين ان احنا نشتغل معاهم ونكون فريق كمان؟ وكمان ده ما يمنعش ان رد فعل وسام كان طبيعي. انت زودتها لان فعلا المكتب ضيق ومش هيكفينا. بس مين قال ان احنا هنشتغل معاهم اصلا؟ امال ايه؟ هو انت ما سمعتش اللواء لما قال اننا بقينا فريق واحد وهنشتغل مع بعض؟ لا، لحظة واحدة كده يا زين. هو انت قلت ان احنا زودناها؟ ناقص تقول ان احنا لازم نروح نعتذر يعني؟ ما ده اللي ناقص بقى فعلا. ده انت اللي زودتها يا زين. بس بقى انت وهو اسمعوني، احنا هنشتغل معاهم بس من قدامهم، لكن من وراهم هنمشي المهمة بخططنا احنا اللي هما ما يعرفوش عنها حاجة. يعني هما مفكرين ان احنا بنشتغل معاهم، لكن احنا العكس، احنا بنشتغل ضدهم ومن وراهم. يعني هما مجرد اتنين في المهمة ملهمش اي لازمة، وعشان ما نلفتش نظرهم لازم نروح نعتذر. نعم، نروح نعتذر ايه؟ ده انا ما اعتذرتش لاختي الصغيرة خالص. اعتذر لهم ازاي؟ معلش، للضرورة احكام. هنعمل ايه؟ وسام كانت في المكتب التاني، كانت بتعيط ونور كانت بتحاول تهديها. وسام تنفجر وتقول: هو ازاي يكلمني كده بس؟ هو مفكر نفسه مين عشان يتعدى حدوده معايا ويكلمني بالطريقة دي؟ ما تضايقيش نفسك يا حبيبتي، هما كلهم كده. بس برضو المفروض يتكلم باحترام. ده شخص ما شافش بربع جنيه تربية نهائي. ولا تزعلي نفسك. بصي، ما تنسيش ان احنا هنشتغل لوحدنا، لكن قدامهم احنا شغالين معاهم. يعني يا وسام هنسمع من هنا ونطلع من هنا. ايوه ايوه، صح معاكي حق. طب يلا بقى يا وسام، علشان ما يقولوش علينا شغل بنات والمحن والكلام اللي انت عارفاه ده. يلا نخش لهم. ايوه معاكي حق، واضح ان احنا هنتعب قوي في المهمة دي يا نور. باين لها كده. انا هروح المكتب وانتي حصليني واغسلي وشك ده. وفي بيت تاني باين عليه الهدوء والاحترام، قاعدة مامة نور وباباها بيتكلموا مع بعض. مالك يا عبد الله؟ شايل الهم وسرحان كده ليه؟ في ايه؟ خايف. خايف على نور قوي. مش عارف والله. ما لوحدك يا عبد الله، بس هنعمل لها ايه؟ ده شغلها وانت اللي سمحت لها من الاول موافقها. ايوه وافقتها بس مش بايدي، ما انت عارفه بنتك اللي في دماغها تعمله وما يفرقش كلامي معاها. اعمل لها ايه؟ طب خلاص، اهي دخلت الكليه واتخرجت وبتشتغل دلوقتي برتبه رائد. نعمل لها ايه؟ معاكي حق، بس مش بايدي. بنتي وهفضل اخاف عليها برضه، خصوصا بعد اللي مريت بيه وانت عارفه. يوه، الزمن عدى وانت لسه ما نسيتش برضه. ما هو انا ما نسيتش عشان افتكر يا سمر. اللي عشته ما يتنسيش. ان اشوف الموت بعيني كده عادي؟ من رأيك ان هو يتنسي كده بمنتهى السهولة؟ اللي شفته ما يتنسيش ابدا. وفي مكان تاني باين عليه ملامح الاجرام والخوف، قاعد شخص مجهول على كرسي ومدي ظهره للباب، ويخش شخص مجهول تاني عليه فيقول له المجهول الاولاني: ها، عملت ايه في الشحنة الجديدة؟ قول لي الاخبار. كله تمام يا باشا، هنستلمها الساعة 4. كله تمام. وانا مش قلت يقربوا الميعاد شوية؟ كلامي ما بيتسمعش؟ يا باشا ده اقرب ميعاد علشان الحكومة مفتحة عينيها شوية علينا. ماشي، خلاص امشي انت دلوقتي. مش هيضيعوا مني الصفقة دي كمان، يعني لا هما. وفي مكتب اللواء سليمان كان قاعد على كرسي بيشتغل، خبط الباب بعديه ودخلت وسام ونور. في ايه؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟
مالكم؟ ابدا يا فندم مفيش حاجة، احنا جايين بس عشان ناخد اذن. اذن؟ اذن ايه بس يا نور؟ تلحقته؟ اصلا انا تعبانة شوية ومش هقدر اروح لوحدي، وحضرتك عارف ان نور هي اللي بتوصلني يعني. مالك يا وسام يا بنتي؟ فيكي حاجة؟ محتاجة تروحي للدكتور؟ شكرا يا فندم. انا بس محتاجة اروح، ولو حضرتك مش موافق يعني. لا لا لا، روحي روحي يا وسام يا بنتي، وخلي بالك على نفسك، احنا محتاجينك في المهمة دي يا وسام. انت عارفة ان انت ليكي دور هنا اهو، كعنصر اساسي لسرعة البديهة عندك في الالكترونيات. ما هي وسام بتحب تشتغل جدا في الالكترونيات، وبتحب تشتغل في حاجات الهاك، يعني هاكر، تقدر تهكر اي حاجة. عشان كده لما بيبقوا محتاجين يفتحوا اي خزنة بيندهوا سام. لكن نور، نور احسن نشان، بتعرف تنشن وعمر ما هدفها خاب، عشان كده بيسموها القناص، وهي على طول موجودة في الخدمة، كده طبعا بجانب شغلهم الأساسي في المديرية. وسام قالت تمام يا فندم، شكرا على ثقتك الغالية دي، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية. خرجوا وسام ونور من المكتب، واللواء سليمان داس على الزرار واتصل بأوضة الشباب. لو خلصتوا شغلكم تقدروا تروحوا. ازاي بس يا فندم؟ هو مش النهارده اول يوم نشتغل ونخطط للمهمة بتاعتنا؟ ما هو نور ووسام خدوا اذن عشان وسام تعبانة، فمن بكرة هتشتغلوا عليها مع بعضيكم. ماشي تمام يا فندم تمام. ايه في ايه يا ادهم؟ انا مش فاهم حاجة ولا حاجة. الهوانم خدوا اذن وروحوا، واللواء بيقول لو خلصنا ممكن نقدر نروح وناخد بقية اليوم اجازة. نعم، روحوا بدري كده؟ ده احنا لسه الساعة 3:30 العصر اهو. بدأنا محن سهوكة البنات، نعمل ايه؟ طب يا جماعة احنا اصلا مخلصين شغلنا، نقدر نشيك عليه علشان نروح بقى بعد اذنكم. وبعد شوية خلصوا الشباب وخرجوا من المكتب، وخرجوا مع بعض طبعا. وبالليل روح حازم على بيته وهو كل تفكيره ان هل بجد البنات روحوا بدري كده علشان الموقف البسيط اللي حصل ما بينهم، ولا هي وسام فعلا تعبانة. روح حازم بيته وطلع على اوضته، وكان البيت هادي والدنيا ضلمة، بس لقى مامته في انتظاره. كنت فين يا حازم لغاية الساعة 12:30 بالليل؟ كان عندي شغل يا ماما. في ايه؟ ويا ترى ايه الشغل اللي يخليك تتأخر لنص الليل يا حازم؟ ولا حاجة، الرقاصة خلصت الشغل متأخر بس. هيكون ايه يا ماما؟ انا مقدم في الشرطة وكمان عندي مهم. كان هيقع حازم بلسانه وهيقول على المهمة السرية. وغير كده ايه يا حازم؟ في ايه؟ مخبي ايه؟ ولا حاجة يا ماما، هخبي ايه؟ القضايا والشغل والضغط اللي عليا. في ايه؟ ما تكلمني عدل، انت بتتكلم كده ليه؟ وكمان لما أنا قلت لك سيب الشغل ده وامسك الشركه مع ابوك. يو يا ماما خلاص انا مبسوط كده ومش عايز امسك الشركه مع ابويا. يا ابني افهمني، الشركه امان اكتر من شغلك في المديريه دي، بتدخل فلوس كتير قوي اكتر من شغلك ده. يا ماما الموضوع ملهوش علاقه بالفلوس، انا مرتاح وفرحان بشغلي ده جدا، ما تقلقيش بقى. طب وبعدين ابوك كبر، مين هيمسك الشركه من بعده؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ابوك كبر. مين ده اللي كبر يا ست انتي؟ ما تتكلمي عن نفسك. يو يا سالم، هو انت على طول كده بتهزر؟ بدل ما تهزر عقل ابنك يا اخوي. يا ستي ما تسيبي الواد يعمل اللي بيحبه، مالك؟ تسلم لي يا حاج يا رب. انا عاوز انام بقى، يلا تصبحوا على خير. ادهم كان وصل بيته، لقى مامته قاعده مستنياه، عرف ان هيخش في تحقيق فقعد قدامها وبس ايديها. ايه يا ادهم، كنت فين؟ هكون فين يا امي؟ في الشغل. كل ده ما تتعبش نفسك في الشغل كده يا ابني. يعني اعمل ايه؟ ده شغلي ولازم التزم بيه، تقلقيش عليا يا امي، يلا تصبحي على خير. يلا بقى يا نور عشان ورانا شغل بكره. اصلا انا مش عارفه هشتغل ازاي واحنا ما عندناش مكتب لغايه دلوقتي. عادي جدا، احنا بكره هنقول لهم ان احنا هنقعد في المكتب اللي جنبيهم، وهم لو عاوزين يجوا يبقوا يجوا، لكن احنا مش هنروح نقعد معاهم. بفكر ان احنا نقول للواء سليمان على اللي احنا عايزين نعمله وعلى موضوع المكتب، وهو بقى ياخد قرار حاسم ومحدش هيرفضه، سواء بقى مننا او منهم. بص احنا هنقول على موضوع الخطة لوحدنا، بس مش بصراحة. ازاي يعني؟ يعني هنقول له يا سيادة اللواء احنا هنشتغل من نفسنا لوحدنا بس مش لوحدنا. لا لا، احنا هنقول له لا. هشرح لك انا، يعني احنا مثلا هنقول لسيادة اللواء كل حاجة، لكن مش هنقول للفريق، فسيادة اللواء يبقى فاهم ان احنا متفقين معاهم. بص يا نور هي الفكرة حلوة، بس انا ما اقدرش اخدع اللواء سليمان، ده بيعتبرنا زي بناته،
وهو كويس معانا. وانا والله يا وسام مش عايز اعمل كده، بس لازم نبقى قادرين ان احنا نمشي المهمة دي زي ما احنا عاوزين، ولازم نثبت لهم ان مش من ان احنا بنات ما ينفعش في المهمة، اننا نقدر نعمل كل حاجة. ايوه ايوه معاكي حق، بعد اللي حصل الصبح ده معاكي حق جدا. بس يوم ما هنهجم هنقول اللي هو كل حاجة ونفهمه على الخطة، مش هنضحك عليه. ايوه طبعا يا بنتي، لا تصبحي على خير. وانتي من اهل الخير يا نونو.